في حالات نادرة بيتحول المحرر الاقتصادي إلى خبير اقتصادي، والمحرر الرياضي إلى ناقد رياضي، والمحقق الصحفي إلى كاتب صاحب رؤية ومؤثر في المجتمع. صاحب رؤية لأنه أصبح رائد من رواد العمل الاجتماعي، يقدر يفتينا ويقول لنا الصحافة لما تتناول وخصوصا في مجال الحوادث مثلا والبحث عن الحقيقة وتقديمها للناس، أي منطقة ممكن تخوض فيها وتقدم منها معلومات تهم القارئ، وأي منطقة يفترض حتى بعيدا عن القوانين ولكن لاعتبارات مهنية وموضوعية يحظر الاقتراب منها. شايفة الحالة ايه؟ شايفة الحالة زي ما حضرتك قلت، لدرجة ان انا بوجه رسالة لأساتذة كلية الإعلام ان هم يغيروا المناهج ويشوفوا اللي كتبوه كل أساتذتنا اللي علمونا الفن الصحفي والقواعد الصحفية وميثاق الشرف الصحفي وكل الأسس دي الفنية التي يجب أن يعني لا نحيد عنها أبدا. يعني المقال ليه شكل في الكتابة، التحقيق الصحفي ليه مقدمة وآراء الناس متعددة، الخبر بيبقى خبر أين وماذا وكيف، كل القواعد دي ذهبت مع الريح. فلازم بقى أساتذة كلية الإعلام يشوفوا دلوقتي الصحافة بتتكتب ازاي، التحقيق بيتكتب ازاي، ويعيدوا بقى المناهج زي ما الناس بقى بتكتب. يعني انت بتتكلمي على الاجيال الجديده اللي لسه هتكتب ان شاء الله في السنين الجايه. طب والحاله اللي احنا فيها دلوقتي، ما هي دي الحاله اللي احنا فيها، هم بقى هياخدوا منها المناهج، لان ده كله هو ده اللي هيدوا اساتذه الاجيال القادمه. فهم دلوقتي بيقدموا صوره غير سليمه في العرض الصحفي. فالتحقيق ما بقاش تحقيق، بقى مقاله، والمقاله بقت انشا. يعني مثلا في حاجه مقالات بقت انشا بقت انشا او حاجه شخصيه، او انا بحكي حكايتي مع الزمان يعني على راي ورده يعني حاجات يعني انت في الافيهات فظيعه، انا عارفك، ركزي معايا. وانت كمان انت عالي، وانت عالي برضه. فيعني انا مش عارفه الناس بتقدم للجماهير ايه الخدمه اللي انا بقدمها. والحوادث اللي حصلت دي، انت بتلمحي الحاجه يعني تحديدا في حادثه مدينه 6 اكتوبر الاخيره، التناول الصحفي تابعتي، ملاحظاتك عليه كانت ايه؟ ملاحظاتي عليه ان انا في الستينيات كتبت. لا ستينيات ايه؟ استنى بس، كتبت لا والله صحيح، كتبت ازاي بنت بتدرس في الجامعه وعايشه لوحدها، وجايه من بني سويف وعايشه لوحدها. ودي كنا بنغرس قيم فكره الاستقلاليه، وفكره ان البنت لانها بتبحث عن العلم جت من بلدها وقاعده بتدرس. هؤلاء الفتيات اللي كتبوا عنهم دول بنات قاعدين في بيوت اهاليهم اللي وفروها ليهم من شقاهم في البلاد العربيه، وقاعدين وبيدرسوا في الجامعه. في استقلاليه في حياه المراه، في استقلاليه في تصرفاتها، وفي برضو العادات والتقاليد والحسابات. مين بقى اللي يحاسب؟ وزي ما حضرتك قلت كل واحد بقى له وجهة نظر، ما يعرفش مين الناس دول، اسلوبهم ايه، اتربوا ازاي، هم قاعدين مع بعض ليه البنتين دول. فابتدوا يهاجموا عليهم من وجهة نظر المجتمع التقليدي، الإدانة. يعني امرأة تعيش بمفردها يبقى في إدانة، فتاة مع فتاة أخرى يبقى هناك مخدرات وزجاجات خمر. يعني خيال الناس هي اللي بيتحرك مع القضية وليست الحقائق. طب انت يا أستاذة بهيرة واحدة من رواد التحقيق الصحفي في مصر. أيوة. وحققت كتير في قضايا أيوة. مهمة بتهم الناس يعني، وفيها بنات وحاجات كده، وفي كل حاجة. وكان فيها حاجات فيها رجالة برضو يعني. قولي لي ايه الحدود اللي يتوقف عندها الصحفي؟ يعني بمعنى انه حتى بفرض انه الضحية او القاتل في بعض الاحيان او المتهم يعني في ملاحظات على سلوكه، يعني ايه المجال اللي ممكن يخوض فيه الصحفي، وايه اللي المفروض يكتفي بنقل المعلومات دي الى الناس، لان باقي المعلومات ما تهمش الناس وفي نفس الوقت خارج مواثيق الشرف الصحفي؟ اولا الحقائق كانت واضحة، في حادثة وفي تليفون من القتيلة اللي وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة بتتصل بخطيبها أو جوزها، وهي حرة هو مين في حياتها. ومش بدعو لأي شيء فيه خروج عن التقاليد، لكن
لازم نعرف ان الدنيا حسابها مع ربنا يعني، أيوة. سواء غلط او صح مش ده مع ربنا الناس يعني. هو اللي خلق الشر والخير، فطبعا الحسابات دي ملناش دعوه بيها. لازم نحسب ان في انسان ضحيه، يعني الضحيه هي اللي نبحث عنها ونبحث عن حقها في الحياه، لان تم اغتصابها. لو ليها تصرفات تانية دي حكايه تانية، وهي عايشه كنا نتكلم فيها. وهي ضحيه الان، يجب ان نركز على الضحيه ونكتشف من القاتل. فاذا الحقائق كانت لازم تتكتب، ان في حادثه في المكان الفلاني، وان في فتاه وصديقتها، دي صاحبه البيت دي صديقتها، في حادثه تانية. المعلومات المجرده المجرده يعني في ناس اجتهدت وقالت في يعني ان الخطيب ده اللي هي ندهت له، اشمعنى هو جه من مصر الجديده في ساعتين، ووالدتها قالت طب ما انا في الدقي، طب ما هي ممكن تكون علاقتها. يعني قالوا كده وفسروا هم بقى، وابتدوا بقى يفسروا، يعني تقريبا اتحط الولد. مش مهمة الصحفي التفسير يعني. لا، وهو حط واحد تاني محل الاتهام، وممكن يكون بريء وممكن يكون متهم. دي مش شغلتي، انا لازم استنى التحقيق. وهو ده السبب اللي الصحافة بتتضرب عشانه، اللي احنا اتمنع النشر في جريمة سوزان تميم. ليه؟ مش عشان احنا كنا شاطرين في النشر، لا، كنا خيبانين في النشر، وقعدنا نلعب السيليكون حطاه فين، والتجميل عاملاه فين، وهل هي جسمها طبيعي ولا مش طبيعي، وخرجنا عن الموضوع وسيبنا ان القتيلة ليها حق. وخرجنا خلاص بقى للاشكال الجنسيه لسوزان تميم والعلاقات والحاجات دي، ونفس الادانه يعني دي مثلا مطربه، شوف الادانه لمطربه برضو ادانه لنفس الفتيات الجامعيات اللي هم. قولي لي، هو ايه اللي حصل يعني؟ يعني ايه اللي حصل في الصحافه يعني؟ بصي ما تحكيش وجاوبي بقى، وجاوبي، انا عارفك لما بتجاوبي فظيعه في الاجابات. سايبه الصحافة سايبة دلوقتي، نشر بدون أي يعني تنسيق، إرضاء لأي حد علشان ما يحتجش، نشر بدون رقابة، نشر بدون المعايير الصحفية إنها يجب أن تتبع. في ديسك مركزي بيمشي، في الحفة اسمه ده اللحاف الرصاص اللي بينزل كل يوم علشان تملى يعني مساحات لازم تتكتب، لحاف رصاص كده. والصحافة عاوزة نميمة وعايزة تسلي الناس.